الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب. دعوة لمرضانا يا جماعة ودعوة لأمواتنا، ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويشفي كل مريض. هنا علبة زبادي، تسمي وتصلي على الرسول كده. أول حاجة ونحط علبة زبادي، نحط عصرة ليمونتين، نحط بصل مبشور، هو احمر كده عشان البصل كان احمر، ده بصل بشراه وعصراه واخده الميه بتاعته، وكركم وكاري وفلفل وبابريكا وبهارات سبعة وحبة كمون، وتسمي وتصلي على الرسول، وحبة زيت برضو، حبة زيت كده، وحبة ملح بسيط كده عشان ايه ما تجيش حاجة. ولقيتيها يعني دلع عايزة ملح تاني انت بقى تبقى تحطيها. تسمي كده وتصلي على الرسول وتقلبي. دي بقى حته يعني نص معلقه توم، عشان طبعا احنا ما حطيناش توم بصل فريش ولا توم فريش. انا ما جبت بصل بودر وتوم بودر، انا ما جبتش، فانا حطيت هنا بصل فريش وتوم فريش، يعني نص كده معلقه توم بس، ايه بتعمل ريحه وبتعمل طعم جميل. بس دي بقى ايه نسيبها كده. صدور الفراخ دي انا قطعتها وحطيت عليها خل وليمون وملح وسبتها شويه. الفراخ دي يا جماعه متربيه عند ناس، يعني الفراخ دي فراخ بيضه بس متربيه هنا عند ناس واحنا شارين منهم، فبتبقى طعمها جميل بصراحه. انا دقتها لقيت طعمها جميل، مع ذلك انا ما بحبش الفراخ البيضه، بس جميله منها يعني متربيه واكله اكل نضيف. بقى الحاجات اللي انا خليتها هنحطها دلوقتي كده، نعمل منها حبه شوربه حلوين يبلعوا ايه الرز المبهر اللي احنا هنعمله. خليكم معانا، احنا هنعمل اكله حلوه تفتح النفس كده، خليكم معايا. يلا نشطف صدور الفراخ دي ونحطها على الخلطه. هنا شطفت البانيه اهوت، شطفته شطفه حلوه ونضفته. تسمي كده وتصلي على الرسول وتروحي قلباه، ونقلبه بقى في الخلطه الجميله دي. الخلطه دي بقى خلطه ذهبيه. وخلي بالكم يا جماعه، الخلطه الطبيعيه للشيشتاووك ما فيهاش بصل، ومش انا اللي بقول كده، الشيفات الكبيره اللي بتقول كده، لا تقولوا يعني ان انا بفتكس. الخلطه بتاعه الشيشتاووك الاصليه ما فيهاش بصل. ممكن تحطي بصل بودر توم بودر انما انا عشان ايه ما جبتش لسه، فحطيت توم فريش وبصل فريش. دي بقى هنسيبها احنا امتى؟ دلوقتي احنا في الفجر. دي هنسيبها كده لحد الصبح عشان انا ما عملتهاش من بالليل، فهنسيبها كده لحد الصبح في التتبيله الذهبيه دي. تتبيله بقى في منتهى الروعه وريحتها جميله. بس نسينا نحط ايه؟ حبه خل. حطينا الليمون يعني بص حاجه بسيطه كده يعني من الخل، مش كتير بس. ونقلبها ونسيبها بقى كده ايه، ونسيبها بقى كده مع بعضها كده تشرب من بعضها كده ايه لحد ما نيجي نعملها لو حينا ربنا بقى اما النهار يطلع بكره. يلا بقى ايه نسمي الله. احنا هنا قطعنا الفلفل الالوان زي ما انتوا شايفينه كده، وقطعنا برضو بصل زي ما انتوا شايفينه كده. وعصيان الشيشتاووك دي بقى انا حطيتها في ميه عشان ما تتحرقش على طول. يلا بقى نسمي ونصلي على الرسول وايه ونعمل نحط بقى كده الايه، نحط البصل ونحط فلفل الوان، ونحط الفلفل الالوان كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولي اللهم زيد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وتاخدي حتة بصوا بقى التتبيلة 10/10، هتبقى طعمها تحفة.
وبعدين نروح حاطين الفلفل البصل، احط البصل وتحطي الفلفل الالوان، زي ما انت شايفه كده، وتروحي حاطه حته الشيش طاووق اهي، تحطي حته الفراخ كده، ومره تانية برضو البصل، الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر. يا اختي ب10 جنيه الفاصوليا الخضر، يلا اللي ياخد. زفرة كده عشان البتاع تاخد اهو كده. تروحي حاطه البصله هنا زي ما انت عايزه تمليه، يعني امليه. عايزه تحطي حتتين لحمه حطي حتتين فراخ حطي، عايزه تحطي حته زي ما انت عايزه تحطي حطي. ايه رايكم؟ تمام كده اهو. يلا نسمي ونصلي على الرسول ونحطه هنا، وان شاء الله بقى هنعمل كله زي ما عملنا ده كده، وهنرجع مع بعض تاني، عشان كده بقى الفيديو طويل قوي. خلصنا وشيلنا كل حاجه كده ومسحنا حوالينا. ايه رايكم بقى؟ يلا بينا بقى على الفرن بالحاجات الحلوه دي، نحطها في الفرن، واما تطلع ان شاء الله هنشوفها عامله ايه ونشوف شكلها ايه. نحطها بقى في الفرن ونعمل الرز المبهر. حطينا الشيش طاووق في الفرن، ويلا بينا بقى ايه هنغسل الرز. حطينا هنا معلقه سمنه، نحط نص معلقه كركم بس يا جماعه، عشان نص كيلو رز. نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، ورقتين لوري، 1 صبار قرفه، لومي، حبهان، وتسمي وتصلي على الرسول وتقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تشم الروايح الجميله طالعه عليكي تروحي حاطه الرز على طول. الله على الجميل، ريحه طالعه جميله جدا. من ايه يا جماعه؟ بتبقى من معلقه السمنه الفلاحي. بتقليبه كده، وبعدين تسمي وتصلي على الرسول، ونروح حاطين الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. تروحي مقلبه الكلام الجميل ده كله كده في بعض. كده نحط له بقى حبه ملح عشان ما حطيناش الملح. تقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى نعمل تسمي وتصلي على الرسول وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. تروحي حاطه الميه بتاعتك. انا ما حطيتش شوربه بقى، بس كده جميله. نغطيها ونسيبها بقى اما تستوي، ونروح نشوف الشيش طاووق في الفرن عمل ايه. يلا كده نشوفها عامله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا جماعه، احنا بنبصوا الصوص اللي نازل من الطماطم والبصل، احنا بنحط لها التبطينه دي ليه؟ عشان كده. دلوقتي بقى هنعمل بصوا بالفرشه كده ونسقسق ده كده، عشان عشان ما تنشفش. بالفرشه كده بصوا
نزقزقها كده ايه عشان ايه، عشان ما تنشفش. بس نقفل بقى ايه عليها الفرن، نقفل عليها. بصوا اللي نازل منها ده بقى هي هتستوي فيه لما تشيلوها يا جماعه، ما تبقاش ايه، ما تبقاش ناشفه او محروقه. وعايزه برضو تقلبي كده السيخ كده اهو، تقلبي السيخ اقلبيه. بس يعني انا مش هقلبه دلوقتي، هستنى شويه كمان وبعدين ابقى اجي اقلبه. ايه رايكم بقى في الرز الجميل ده؟ رز 10/10. الله، بصوا حبايه بحبايتها، بس هنسيبه شويه برضو ايه عبال ما يتشرب. تمي وتصلي على الرسول بقى وايه، ونغرف الرز الجميل ده. طبعا ورق اللوري ده انا هشيله. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ بصوا الرز استوى والشوك استوى واللي فاض اهو. طبعا بقى ايه، هتاخدي من البصل ده بقى وتحطي على الرز وتاكلي والشوربه. وصحه والف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحه والف هنا عليه. والسلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.